انا فاشل وانت اكيد فشلت قبل كده، بس انا عكسك، انا مبسوط اني فشلت وانت اكيد زعلان. بس عارف ليه مبسوط؟ هقول لك دلوقتي. انا مثلا عملت فيديو ايلون ماسك، ساعتها الحمد لله الفيديو ده فشل ذريع، بس بصراحه انا اتضايقت قوي ساعتها، ما انكرش اتضايقت جدا. بس بعديها حسيت اني مبسوط مره واحده. عارف ليه؟ لاني بصيت على الموضوع بشكل مختلف. لقيت ان الفشل مش معناه اني وحش او مش ماشي صح، بالعكس هو مجرد بيوجهني عشان اعمل حاجه الصح. يعني هو بيقول لي انت ديت غلطت فيها، عدل كذا، من غير ما تفشل. عمره ما هيقول لك كده. هو عامل زي الجي بي اس، بيعدل لك الطريق، بيوجهك، بس مش بيقول لك اقف ما تكملش الطريق، لا. وغير كده الفشل بيعمل فلتره جامده قوي. يعني ايه فلتره؟ مثلا الفلتر بتاع الميه، مثلا لو انت عندك فلتر هتلاقيه وسخ قوي. ليه بقى؟ لان هو بيصفي الحاجه الوسخه والحاجه الميه النظيفه. وده الفشل بيعمل كده بالظبط، بيشوف انت انهي منهم. انت اللي بيجرب ولسه داخل ومش عارف ايه، اول ما يفشل خلاص كده خلصت معاه والصدم وبتاع، ما كانش كده وانا مش مكاني ومش حتتي والشغل دوت. ولا انت عايز تنجح فعلا وبتدي لنفسك دافع ان الفشل دوت هيبدا نجاح في الاخر. وغير كده هقول لك حاجه، انت عمرك شفت واحد ناجح ملوش قصه كفاح؟ يعني مثلا محمد صلاح ده كان بياكل بجنيه كشري وبيملاه شطه عشان يعرف بس ايه يعيش يومه. كان ممكن يقول لك خلاص ما اشتغل في سوبر ماركت ولا اشتغل في اي حاجه هتجيب لي احسن من الجنيه ده 500 مره. يعني هيجيب له مثلا ايه 20 جنيه ساعتها مثلا في السوبر ماركت لو اشتغل، وهياكل وهيعيش وبتاع ويروح يعيش مع اهله وخلاص بقى، ما يوجعش دماغه ومش هيتعذب كده في المواصلات ولا هيبقى بيتشعبط ولا هيقع ولا هيخاطر بحياته. بس هو ما عملش كده، هو اختار الطريق الاصعب اللي فشل فيه كتير. يعني راح الاهلي وما قابلوش اصلا ساعتها، وده بالنسبه له فشل كبير انه راح الاهلي. هو واثق في خبراته وقدرته على اللعب، راح الاهلي والاهلي ايه قال له لا انت مقوص ومش عارف ايه وما عجبوش. انت متخيل؟ ودلوقتي ايه بقى يتمنى الاهلي ده اصلا يشم لعبه، فاهم؟ بس فكل واحد ليه قصه نجاح، فلازم تكون عارف ان هي بتبدا بغلطه، بتبدا بفشل. زي كده انا لسه ما بقتش ناجح، انا عارف ان لسه فاشل، بس بحاول، يعني بعافر كل مره كل فيديو بحاول اخليه يطلع احسن من اللي قبله. بحاول اظبط اضاءه طريقه. انا عارف ان الاحساس بالفشل اكيد بيوجع، وانا اكيد اتوجعت كتير. يعني انا مثلا في القناه ديت 6 فيديوهات او 7 فيديوهات 2 منهم فشلوا، فده يعني معدل وحش، والباقي مش اعلى حاجه. مفيش غير واحد بس اللي ضرب او نجح شويه، اللي كان جايب 150 مشاهده او 160 مشاهده دلوقتي مش عارف. بس بقول لك ان انا في مواقع تجربتي حاليا اصلا انا لسه بفشل وبتغلط كتير وبتعلم، وفيديوهات ما تعرفش تطلعها وفي فيديوهات بتلخبط فيها. يعني الموضوع بيبقى اصعب مما تتخيل، بس هي بتيجي كده. انا مؤمن بده، فانا قلت اقول لك انك تؤمن بده عشان ده مؤكد انه صح ان شاء الله. اشترك في القناة، اشترك في القناة، مش فاتحين سبيل احنا. اعمل لايك بقى، اعمل لايك.